قصة أثرت فيا. أنا أذكر إحدى المرضى، تمام، الناس اتصلوا على الهلال الأحمر، الهلال الأحمر جاب الحالة، الضغط عنده نازل، الرجال يعني تعبان يعني. حضر إلى الطوارئ بآلام شديدة في البطن، انتفاخ، وأثبتت النتائج أن هناك ورم في القولون. وكان هذا الكلام يعني يوم 7 ليلة يوم 8، يعني قبل يوم التروية. احنا بدينا نشتغل في الحالة من ناحية إعطاء العلاج اللازم، المضادات الحيوية. هذا المريض أخذنا إلى غرفة العمليات، قمنا باستئصال القولون. بعد مدة لما بدأ الرجال يصحصح ويفوق يعني، قال أنا أبغى أمشي. قال لا بكمل حجة، أنا جاي حجة يعني. تقعد في المستشفى بإذن الله أضمن لك أنك تكمل حجك، لأنه في قافلة بتطلع، القافلة هذه تبع وزارة الصحة يعني. كان في البداية مش مقتنع يعني، أحسب إنه هذا الشيء خيالي يعني مش موجود، لكن هذا واقع وحقيقة. مرحبا فيك، أنت في جبل الرحمة في عرفات، لبيك اللهم لبيك. طلع مع القافلة مناسك الحج. تحسنت أموره الحمد لله، والقافلة بالفعل أخذته بالباص اللي بيستأجر أصلاً عدة باصات مهيئة للمرضى نقلهم لعرفة، كمل الحمد لله مناسكه. بقيت أشياء عاد وكل خلص أموره، بس حجه الحمد لله تم. إلى الآن من 2 تقريباً وهو على تواصل مستمر، ويشكر الطاقم الطبي القائم على العملية. طبعاً اللي شرف على هذه القوافل والأشياء هذه عمل مضني أساساً، الزملاء في النقل الإسعافي، وحدة التخطيط والاستعداد، التمريض، يعني كل الناس استنفروا عشان القافلة هذه تطلع والناس يكملوا حجهم. فإحساسك إحساس هو مختلط، الخوف كأول حالة حرجة أنت تتولاه، وشعور سعادة في نفس الوقت. شعور ما أقدر أوصفه بكلمات، صدقني. خدمة ضيوف الرحمن واجب وطني في هذا المكان، وهذا عملك كمان، فإحساس يعني حلو. إن شاء الله تجربوه بإذن الله.